ها يا نوجة، ادينا اهو عملنا قعدة وجينا عند ابوكي. ها قول اللي عندك بقى. من الاخر كده ومن غير كلام انا عايزه اتطلق. تتطلقي؟ هو انت كنت اصلا تطولي تتجوزي واحد زيي؟ ده انت ما كانش حد بيتقدم لك، ده انا اتجوزتك صدقة، حاولت اعمل صدقة جارية. اسم الله عليك يا حبيبي. هو انت كان في واحد راضيه بيك؟ انت نسيت ناهد جارتكو اللي رمت لك الدبله من الشباك؟ الله الله الله، ما تستهدوا بالله يا ولاد، مش كده برضو، عيب الكلام ده. قولوا لي بس ايه اللي مضايقكم من بعض؟ انا اقول لك بقى يا عم اللي مضايقني منها ايه. دي طول النهار قاعده قدام التلفزيون، قدام المسلسلات الكوري والتركي، ولا بتعمل اي حاجه خالص. انا برضو اسم الله عليك، ده انت العيال نسي شكلك طول النهار في الشغل وبالليل على القهوه. مش احسن ما اقعد في البيت واقعد اكل بس ويبقى وزني 100 كيلو؟ انا 100 كيلو؟ طب بص لكرشك في المرايه. عادي، اصلا الكرش ما يعيبش الراجل ما يعيبوش غير حاجه واحده بس، جيبه. حوش حوش الفلوس اللي مقطعه بعضها، ده انت بخيل ايحه. بخيل؟ طب ما تقولي بخيل ليه؟ مش عشان انت على طول بتصرفي الفلوس في اي كلام فارغ؟ دي يا عم لسه جايبه ملاحه على شكل قرد، طب ايه لازمتها دي يعني؟ وكل حاجه تشوفها على النت تبقى عايزه تشتريها زي العيله الصغيره، وعلى طول بتسمع كلام اصحابها في الحاجات العبيطه دي. مش احسن منك؟ انت بتسمع كلام كل الناس ما عدا انا. طب ما تقولي ليه؟ ده انت شرطك بتأخر مش بتقدم. وبعدين لما كل ما اقولك على حاجة تروحي تحكيها لكل الناس، واسرار بيتنا كلها بره. انا اللي بقعد على القهوة بالليل واحكي كل حاجة لصحابي. بس يا نوجة كده عيب، انا بحكيش اي حاجة لصحابي. لا انت بتحكي. لا مش بحكي، لا مش بحكي، انت كدابة والله العظيم. لا مش بحكي. بس يا دي الطوية، يلا اطلعوا بره، غرف داعية من هنا. ايه يا عم، في ايه؟ تتحول ولا ايه؟ كده يا بابا انت بتطردني؟ يلا يا خمسمس نكمل خناقة في البيت. يلا يا نوجة يلا. ايه يا ولاد المجنونة،